سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وتكون صحتكم بخير وعلى خير. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم التاكوس. راح نعطيكم الوصفه من الخبز للحشو للصلصه تاع الجبن اللي يوجدوا في 3 ليه. المقادير اللي انا راح نعطيهم لكم راهم رايحين يديروا لكم 5 تاكوس حجم متوسط. تبعوني برك في الخطوات. شوفوا الخبز تاعنا شحال خفيف، ما يتقطع ما والو، الصوره راهي تهدر على روحها. بالنسبه للخبز تاعنا نسحقوا 3 كيسان تاع فرينه. الكاس اللي خدمت به هو تاع 220 ملل، ربع ملعقه صغيره خميره كيميائيه، ملعقه صغيره تاع الملح. نخلط النواشف فيما بيناتهم، ومن بعد نجي وندير 2 ملاعق اكل تاع زيت عادي هكذايا. ومن بعد نجيب كاس تاع الحليب يكون دافي، ونقعد نبل في الفرينه ديالي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وما تتلاصقش. هكا حتى كملت الكميه تاع الحليب. شتها ما كفاتنيش، زدت واحد 4 كاس تاع الماء دافي بصح ما كملتوش كامل. بعد ما تلمت لي العجينه جيت وعجنتها 4 إلى 5 دقائق راح تكون كافيه، ونخليها تريح 10 دقائق باش نقدر نخدم بها. بالنسبه للحشو درت شويه زيت في المقله تاعي، درت بصله متوسطه قطعتها هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا عندي تقريبا واحد 20,000 او 200 دينار تاع دجاج مفروم. درت شويه تاع فلفل كحل، درت شويه تاع تابل الدجاج وشويه زنجبيل، الملح، ونحط الحشو تاعي يطيب فوق الفرن وعلى النار. بعد ما ريحت العجينه تاعي جيت هنايا وقسمتها الى 5 كرات كيما راكم تشوفوا، كرات متوسطين. هي رايحه تعطينا 5 خبزات او 5 خبز تورتيلا متوسط. نكورها هكا كامل ونغطيها بصاشي ونخليها تريح نص ساعه، بالكو تنقصوا من نص ساعه. بالنسبه للصلصه درت هنا كاس تاع الحليب تاع 240 ملل، درت 4 مثلثات تاع الجبن، درت علبه تاع جبن طازج، درت ملعقه صغيره تاع نشا تكون بومبي، وشويه كركم باش يعطينا اللون والملح. نميكسيهم هكذا كامل، ومن بعد تيك نديرهم في كاسرونه ونحطهم فوق النار تتقلي شويه الصلصه ديالي. نسيت ما قلت لكمش ملعقه صغيره تاع مارغرين او زبده، بالنسبه لي ما يعرفوش المارغرين. خليتها فوق الفرن تقالت لي هكذا شويه. دوك هنا تحسوها بزاف سائله، بصح تفوت تبرد شويه راهي رايحه تشد شويه، روحها تمد لي قوام شغل ثقيل بصح في السائل. بعد ما ريحت العجينه ديالي جيت ودرت الفرينه وبداش نبدا نحل الخبز ديالي. البنات بالنسبه للصلصه اللي حبت تزيد لها الاجبان تزيد لها الاجبان اللي حبت، بصح بعد ما طيب الصلصه تاعنا وهي سخونه هكاك نزيدوا لها كامل الاجبان اللي حبيناهم. درت الطاجين تاعي سخون. شوفوا الخبز تاعكم رققوه قد ما تقدروا، رققي يا مدام، لازم يجيك رقيق مليح باش يجينا القوام تاعو بخاص كيما هذاك اللي نشريوه من برا. لو كان ديريه خشينه راه رايح يجيك شغل مطلوعه ولا خبزه كسره. الوغ رققي قد ما تقدري. كي نبداو نطيبوه كل جهه نعطوها 10 ثواني، ومن بعد تشوفوا كيفاش يبدا شغل يدير لكم هكا تنفيخات هكا خفاف، وشغل تشوفوا دوك النقاط تاع خبز طايب. تنحيوه تغطيوه مباشره بطرشونه، لازم يتغطى من الفوق ومن التحت، وديروه داخل الساشي باش يقعد لكم ندي وهكذا طري كيما راكم تشوفوا. شوفوا قد ما كرفستو ما تقطع ما تكسر والو. بالنسبه للحشو كنت قليت شويه بطاطا، درت شويه تاع بطاطا، وهنايا درت شويه تاع شلاضه، درت فيها البصل وشلاضه، ودرت فيها كذلك الطماطم قطعتهم كامل صغار، درت فيهم شويه تاع الليمون وشويه تاع زيت الزيتون. ومن بعد درت الحشو ديالي تاع الدجاج المفروم، ودرت شويه هذيك الصلصه تاع الجبن اللي خدمناها مع بعضنا اللي توجد ليه تخي كتاري قد ما تقدري يا مدام. تخيه مليح 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 باش يجي بنين وماشي ناشف كي تكوني تاكلي فيه. ومن بعد نغلقوه الغلقه الكلاسيكيه تاع الطاكوس كيما راكم تشوفوا هكذايا البنات. رزموهم مليح مليح، ومن بعد ديروه في لابانينوز يتبانينا. درت شويه تاع الصلصه نعاودو، درت شويه بطاطا شويه شلاضه شويه تاع الحاشو، وتخشخناها بهذيك لاصوص اللي قلنا كتاري قد ما تقدري هكذايا، ونديروه في لابانينوز. وحنا تحصلنا على احلى طاكوس. ان شاء الله يعجبكم هذا الطاكوس هذا البنات، والله العظيم غير بزاف خفيف ما يقهم ما والو، حتى الخبز تاعو حاشاك ما يتعجنلكش في فمك. هذه هي البنات الطاكوس هذا كما نقولوا ما رانيش اول وحده داراتو، بصح كل وحده وطريقتها. بالنسبه للبنات كما وحده قالت لي محتواك ما عنده حتى معنى، حبيبتي نقول لك اذا كان محتواي ما عنده حتى معنى واش راكي ديري في القناه تاعي؟ الوصفات كامل راهم يتعاودوا في القنوات ماشي غير في القناه تاعي انا. الطاكوس هذا كي رايحه تلقايه في قناتي وتلقايه في 70,000 قناه حتى القنوات الكبار. دونك الوصفات كامل راهم يتعاودوا، برك كل وحده وطريقتها في تحضير هذيك الوصفه. الوغ البنات من الاول اللي عندها تعليق سلبي ما عنده حتى معنى ما كان له تحطوه. نتقبل التعليقات البناءه فقط، اللي تصحح لي خطا تمد لي شويه كيما نقولوا معنويات ما على باليش انايا. بصح باش وحده تجي تقول لي قناتك ما عندها حتى معنى، حبيبتي
تعليقك اللي ما عنده حتى معنى وانت اللي ما عندك حتى معنى. كانت هذه الوصفه تاعي معكم، ان شاء الله تعجبكم، ونقول لكم نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله. تبقاو على خير.